في افلام كده جميله مظلومه معانا في السينما المصريه، ما بتتعرضش كتير على التلفزيون وكتير من الناس ما تعرفش عنها. المره دي جايب لك فيلم جميل جدا 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 اسمه الف ليله وليله. فيلم ألف ليلة وليلة بطولة فريد شوقي وشادية ومحمود المليجي وليلى نظمي سنة 1964. وفي فيلم تاني اسمه ألف ليلة وليلة سنة 41، ده بتاع علي الكسار. مش هو ده، عشان بس لو ناس عارفة ألف ليلة وليلة بتاع علي الكسار. المهم الفيلم بتاعنا بيبدأ بإن فريد شوقي بيرقص في وسط الشارع ومعاه عيل صغير، وبيعملوا ألعاب سحرية بيشحتوا بيها. فبيهجم واحد من المجرمين على المدينة ومن ضمنهم فريد شوقي، وبيقتل ابنه ومراته. وصاحب العصابة دي بيكون محمود المليجي، ومحمود المليجي هو في الوكر بتاعه وسط ناسه وسط أهله وبيهيصوا، بيلاقي إن الخرزة اللي في صدره وقعت، وبيلاقيها واحد من